اسمعني تم اصدار عليك تدفع لجنه الحكام مكاني. تم اصدار. انا تعاقب لجنه الحكام وتطلبون الفلوس. انا خصمي لجنه الحكام، انا مو خصمي نادي. دقيقه لما استاذ طارق ولا استاذ محمد يختار الحكم، استاذ محمد لا دقيقه. طيب اسمعني سؤال بس بعطيك تتكلم 10 دقائق بس انا بستوضح. صدر بحق القرار عليك عقوبه انضباطيه بس عشان المشاهدين يفهموا. اي صدر بحقي عقوبه انضباطيه 50,000 ريال. جميل. الحين السؤال الحين جاوب انت دفعتها ولا لا؟ لك الهوى. انا اول شيء تم الاعفاء عنها من قبل تم الاعفاء. من اللي اعفى؟ من اللي اعفى؟ الاعفاء الرياضيه اللي صدر من الرئيس العام. ايوه راحت مع العقوبات. شوف انا بس اكمل لك بس دقيقه. تفضل. انا اذا صار خصمي يعني من يسكن معي يعني او من معي في منظومه العمل هو اللي صار بحق العقوبه، هو اللي رفع فيني اساسا في العقوبه. اي نعم. وتم شطبي، يعني الان شاطر على اني ادفع فلوس 50,000 اوكي وحريص اني ادفعها ولا حد حاسبها للشطبني. يعني اللي اخذت الفلوس مني او كانت اولى باخذ الفلوس اتحاد كره القدم. ليش اتحاد كره القدم ما جلس معي واعطاني حقي يوم انه انا تم شطبي؟ صحيح. يعني تعطيني عقوبه وتشطبني. لا انا عشان كذا انا اقول اداره اتحاد كره القدم تحتاج اعاده هيكل. لا شوف مطرف القحطاني لم يصدر في اتحاد العالم العربي والاجنبي واتحاد كره القدم ان يشطب حكم سعودي مثل مطرف القحطاني، وانا على من هذا المنبر اتحدى في حكم سعودي شطب من اعلى سلطه رياضيه وايقاف. كلنا نعرف ايقافات الحكام اللي صدرت في احداث في اوقات متفاوته. كيف كانت طريقه ايقافك يا ابو؟ يا اخي جاني شاطب يا رجل، ما وجدت اسمي موجود في الاتحاد سجلات الاتحاد. اسمي اللي يفترض اني كنت حافظ عليه مهما اخطيت يا استاذ طارق. انت عندك لاعب اخطا في عدم تمرين او عدم حضور او اخطا على مدرب تلغيه تسقطه من النادي؟ لا. انا هذا السؤال. قد تعاقبه ايقاف حسم الراتب. طيب ليش تم اصدار عقوبه انضباطيه؟ الشطب يفترض انه يكون وفقا للائحه. يعني قوانين ما في لائحه. انا موجود على مزاج زيد او عبيد. انا هذه اللائحه هنا الكاميرا اذا في لائحه الزوم تجيب لي انا اللائحه موجوده. اذا في لائحه ولا في لائحه تشطب حكم. هذه اللائحه موجوده انا مصورها موجوده معي ممكن امررها كلها على القناه. اقراها عادي بس اسمعني انت الان الشطب غير قانوني بامكانه اذا في جهه استئناف وجهه تقاضي انه يرفع عليها. تقدمت بخطاب كلمت المسؤولين كلمت الرئاسه او وقت الرئاسه قبل ما تكون هي كلمت احمد عيد شخصيا كلمت الاستاذ فهد مصيبح شخصيا ما عندي مشكله. انت ليش تم اصدار اصلا الشطب او العقوبه الانضباطيه؟ لان المسؤول عن رفع الاسماء الحكام رئيس لجنه الحكام ومطلب قضيته مع رئيس لجنه الحكام قبل. وش القضيه؟ وش قضيه مجادله وما مجادله؟ تصريح اللي صدر عليه اعلاميه فقط اللي صدر عليها العقوبه بس يمكن وجه شط. طيب وشلون شطب؟ يمكن ما هو بشطب يمكن مجرد استغناء. يا رجل انا رفعت خطابين ثلاثه والاستاذ علي المطلق كان معنا في احد الحلقات. لا انت هو قصدك الشطب عن انك تكون مراقب. لا شطب التحكيم. لم تقم دوره مراقبين بسبه مطرف القحطاني. اي بس انت في دوره ما حضرتها. من قال؟ انا حسب معلوماتي انا سمعت انه مطرف انه في في بدايه الموسم المعلومات من اصحابها يا اخوي الكلام اللي جاك غير صحيح. اي انا اقول لك اللي جاني بس ما ادري صحيح ولا لا. اخذوا الاخبار نفاها الحين. اخذوا الاخبار من اصحابها. في دوره في اللي هي اعتقد البدايه او اللي بتجي بدايه الموسم مرتين هي صح ولا لا؟ من مرتين هي كلام غير صحيح. اي انا هذا المعلومه اللي عندي. طيب بس اختصار الوقت بس اختصار وقت. لا بس رد على في شيء في فعل فاعل بس دقيقه حتى ابو يزيد استفساره فعلا حلو. الان وش دراك انه الشطب؟ هل جاك ورقه انه الشطب؟ يمكن اسمعني عليك. طيب طبيعي يا اخي رحت المكتب رعايه الشباب ها كحكم عامل موجود قالوا اسمك لم يصدر في اللائحه الجديده وهذا الكتيب موجود. استبعد شطب محمد يا رجل لما يعتذر دقيقه بس هذا معلومه اكملكم بس. هذا كتيب دقيقه يا اخوان هذا كتيب في قانون كره القدم. هذا كتيب مسؤول في لائحه يطبق ما هو موجود. صحيح. انا لما يصدر ما هو موجود لكن لما يكون اسمك موجود ممكن لا تكلف. لا بس اعتزلت انت ولا لا؟ من قال؟ انا اسال. لا ما اسال. لا ما اسال. معلومه احنا نبغى نعرفها. يعني اذا كنت انا لما اعتزل يفترض انه بعالك عن سلك التحكيم لم اختار في اللجنه تم شطبي تم ايقافي تم تغريمي بدون اي وجه حق. لا طيب بدون اي وجه حق اوكي بس ليش؟ ايش السبب الشراره؟ من هو المتسبب في هذا كله؟ رئيس لجنه الحكام بالاسم. لا عمر مهنا يا اخوي. لا المطرف نفسه هو المتسبب. يعني قال؟ انا اقول كيف؟ انا اقول لك شوف انا قبل شوي لما قال مطرف ان اللي حصل لي ما قد حصل حكم ماني عارف من الكلام ذا. انا في حياتي ما عمري شفت حكم يتعامل باسلوب كمطرف بصراحه. خلينا نتكلم عنها قدام الناس. يعني شوف لما طبعت عن التحكيم
رحت استخدمت حسابك كلام ما ينقال من حكم دولي ضد شريحه من جماهير احد الانديه. من قال لك؟ انا متابع حسابك في كلمات تبي تطلع تغريداتك يعني كلام ما المفروض يطلع من حكم. للاسف انك داخل حسابك ما انت عارف شيء. لحظه مو بحسابك حسابك حتى انا سالت لحد سؤال، انا سالت لحد انا موضوع طواقي وما طواقي هذه ما قد قلتها. انا قاري لك انا قاري لك لما تقول عن جماهير الهلال وطواقي هذه انا قاري لك. لا ما صدقت. شلون ما صدقت؟ الا لما قلت شعيب جاء وما ادري ايش ومرت من جنبي الطواقي. اي بس ما اعرف دقيقه انت شعيب يا محمد اسمع انا بقول احنا نتكلم طيب دقيقه اسمعني دقيقه محمد احترم يا اخي اسمعني انا احترم نادي الهلال. اسمعني جمهور الهلال انت زي نادي الهلال. لا ما سيله انا اتكلم يا اخي شوف هذا علم من اعلام الهلال. رجل يا رجل حافظ تاريخ الهلال. شوف يا استاذي بقول لك كلمه واحده اقل واحد في الرياض. انا بقول لك شيء استاذ حديثنا معك بقول لك شيء انا فعلا يعطيك قيمه ترى. بقول لك شيء لا ابو عبد الله انا اصلا ما اتكلم اذا كان كلامك زي كذا لو ما في عقد ما جلست معك. بس انا جالس عشان في عقد بيننا ولا زيك لا طالما كلامك بالشكل هذا شفناه. انا اقول لك وش انا اقول لك تسمع مصلحه الاعلام. انت اسمعني الرياضه. انت مالك تاريخ في الرياضه عشان تتكلم. لا انا لو تاريخي زيك مالك تاريخ في الرياضه. انت مالك تاريخ في الرياضه يعني قارن ولا انا بتكلم الزور. هذا مو حسابك رمضان كريم. هذا ما ابو حسابك. ما في حكم يتكلم بالطريقه هذه. انت دخيل على يا رجال يا ابو دلال ابو دلال اعوذ بالشيطان لكن احنا كلنا في لا ما تعود عبد الكريم الزامل ولا فيصل شوقي في الهلال ولا تجي ربع عبد الكريم الزامل كأدب. لا اذكر الله يا جاسر لا ادب خلاص رجل بدل الهلال. دقيقه اطلع فاصل